اللي كانوا في عالم الدرس سمعوا قالوا لبيك. اللي قالوا مرة واحدة وفق شنو؟ مرة واحدة الحج احنا هم قلنا لبيك 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 داعي الله. تقول لبيك داعي الله يا حسين، ترى احنا قلنا لبيك، بس مع الأسف يد ما عندنا هناك ولا رجل، ما نقدر نمشي. لبيك داعي الله، إن كان لم يعجبك بدني عند استغاثتك، يوم قلت هل من الناس من ينصرني أذنت. أنا بدني ما كان يقدر يجاوبك، يعني ما أقدر أدخل في الساحة أقاتل، ما قدرت. ولساني عند استنصارك ما أقدر أتكلم. زين بس أجبتك ترى، فقد أجابك أشياء ثلاثة: سمعي وبصري وقلبي. السمع والبصر لهما علاقة بالقلب إخواني. السمع مو مخصوص للأذن، لا، بقول سميعا بصيرا. السمع غير الأذن. سمعي وبصري وقلبي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني بقلب أشياء باطنية. أجبتك قلت السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا مستعد. يوم رحت هناك شفت الأوادم يمشون، لا ما شفتهم، أشكالهم ما شفت. القلب ما يشوف الشكل، القلب يشوف الصفة، الصفات. مثل الرادار شلون يشوف الطائرة شلون نقطة، يشوف الصفات. شفت صفات، هاي الصفات شلون؟ صفات خبيثة جدا، وحوش. شفت وحوش، شفت أشياء، يعني شفت ملكوتهم، هو ظاهرهم. الشيء الذي أشار إليه سيد الشهداء في كلمته: كأني بأوصالي تقطعها عصلان الفلوات، يعني الذئاب بين النواقيس. نفس الشيء احنا شفناه، نفس الحقائق شفناها. زين الثالثة فيهم صراحة أسمعوا هذا الشيء، ما تقدروا وقفنا الرضيع، تأذينا واقعا، بس ما حيسمع كلامنا. حرمنا فعل ما فعل عليه لعن الله، تأثرنا واقع احنا. ولا هذا شوف الطرق متأثر، بس ما كنت تقدر تبكي هناك، أنت كنت بالجسم الذري بذلك العالم. أثرت في الطرف، أثرت فيه بعض الأحيان. وتشوف في كربلاء بعض الأحيان في قصة استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، الرجل راح يقتل الإمام الحسين مرة واحدة، بدأ شنو؟ يرتعش، ما يقدر يتكرر. هاي أرواح مؤمنة مثل الله بهجت مثلا، ربما سيد الإمام، الأرواح اللي كانت في عالم الذر أثرت في هذا الإنسان، خلته يرجع. هكذا قلت لك هاي كلها شواهد ما عندي، ماكو مجال اللي في السابع أبين لك الشواهد أثرت فيه، بس بعضهم ما كان يأثر فيهم أي شيء. نفثة الشيطان، قالوا أقوياء، قوتهم قوة شيطانية، مثل الشمع عليه لعائن الله، ما تأثر بكلام الحسين، ما تأثر. يتأثر بكلامي هذا ما بيتأثر، بس قال لنا النور. احنا عند جناح الحسين شفنا خير الحسين، بس شفناها بشكل خاص، بالقلب شفناها، مو بالعين. زين وبعد الميتين، الأنبياء والشخصيات العظيمة مثل أبو ذر الغفاري، سلمان، يحبون الإمام الحسين، أرواحهم شاركوا هناك، مو أجسام ذرية، الأرواح في عالم البرزخ هم شاركوا. يقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يحبون الحسين، عايشين معاه في ذلك العالم، في عالم الذر. اجوا إلى الدنيا وعاشوا وماتوا، الحين يرغبون يروحون كربلاء ودوهم هناك، شافوا ترى. أيضا في شواهد، وأيضا ببين لك نقطة هنا وانتقل للملائكة. وأيضا في الجنة وفي النار أيضا
وايضا اللي ميتين اللي كانوا في الجنه عند رسول الله قال لهم دور راح يجوا الحسينين المباركه هذه الحسينين المباركه. اذا واحد قال من هو جاي يسير الحسينين؟ اكو ناس ولا الستات قاعدين هناك جزاهم الله خير الجزاء يتعبون ما تشوفهم احنا بس من ضمن المجموعه صحيح او لا؟ اللي ورا الجبل جبهات دورهم اهم. رحمه الله على الشهيد العزيز الشهيد عماد مغنيه ابو رضوان قال له دور مهم الناس ما يعرفونه. فاكو ناس ورا الستار كانوا موجودين وين في الجنه. واحد منهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومخلي هنا ومخليه منتظر. مجرد ما سقط علي الاكبر قال هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الاوفى. عجيب يعني تصور انت مجرد ما سقط رسول الله اعطى الماء. شو معنى؟ معناه انه كان موجود في الساحه كان موجود يشوف الحسين يسمع صوت الحسين سلام الله عليه. بعدين يخلي كأس مذكوره للحسين سلام الله عليه. كما ان الزهراء سلام الله عليها التي تتصف بالراضيه المرضيه السلام عليك ايتها الراضيه المرضيه بها الصفتين كانت بس تنتظر سقوط الحسين سلام الله عليه واستشهاده. مجرد ما استشهد الحسين يقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك باي صفه؟ راضيه. انا استفيد هالكلام يعني روحي عند ايتها النفس روحي عند الاصل اللي هو الله. الصفتين تجليتا في وين؟ في الزهراء. فالذي عانق الحسين من؟ هي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت موجودة. واللي كانوا من بني أمية يموتون هناك في جماعة يستلمونهم في النار. فالصراع بين بني أمية وبين بني هاشم بين المؤمن والفسق كان صراع من بداية آدم من بداية الهبوط إلى الجنة. ولهذا نقول اللهم لعن بني أمية قاطبة. يعني قاطبة من متى؟ من أول واللي يجي بعدين يعني كله كانوا موجودين في الدار. اللي كانوا يشاركون شاركوهم. اللي أسرجت ألجمت تنقبت عشان اللي ورا الستار كانوا موجودين. تهيأت الكل اللي ورا الستار كلهم ملعونون. شوف الزيادة بعشرات زين. ولكن هناك مجموعة عظيمة جدا اللي هم الملائكة. هذولين هم كانوا موجودين في وين؟ في كربلاء. بس هؤلاء مو مثل نحن مو مسموحين يقاتلون. بس يطالعون ملائكة يطالعون بس يبكون يتأثرون. والملائكة شو عددهم؟ إلى ما شاء الله. فبالنتيجة إذا تنظر بعين البصيرة ترى بأن عدد أصحاب الإمام الحسين في كربلاء أضعاف مضاعفة عشان لا يقاس بعدد مجموعة عمر بن سعد عليه لعنة الله. بالعين الملكوتية الجلود شو جايين. اخواني خلوكم معاي. هالكثر الجلود شو يسوون؟ جايين هناك يسوون يشوفون. خصوصا الملائكة يوم خلق الله الإنسان قالوا أتجعل فيها. الرواية تقول ضجت الملائكة. مكان عندنا ضجت الملائكة في خلق الإنسان وفي استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. ضجت الملائكة. عجيب إنه يقول لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ضجت ليش تخلق إنسان؟ أحين ضجت الملائكة. ليش الحسين اقتل؟ غريب. عندما كان الحسين مرميا على رمضان كربلاء ضجت الملائكة أي رب أيقتل أبو عبد الله ونحن ننظر إليه. احنا في لبيك لنا شنو؟
لبيك داعي الله إن كان لم يجدك